كل سنة وانتم طيبين. يلا هنعمل بقى نواعم العيد، هنعمل البسكوت، وعايزين تعرفوا كل الاسرار بتاعة البسكوت وازاي تطلع العجينة حلوة بالشكل ده، ما تبقاش مقطعة معانا، طرية كده وسلسة، بتتقطع معانا بكل سهولة، والبسكوت بتاعها بيطلع حلو بالشكل ده. تابعوني لاخر الفيديو هتعرفوا كل الاسرار. وتعالوا يلا بينا احنا نشوف المقادير معانا ايه والطريقة. يلا بينا. مقادير البسكوت معايا، كيلو الدقيق هياخد 5 بيضات، ونص كيلو زبدة، معايا مع كوبايتين سكر بودر، ومعايا فانيليا وبيكنج بودر ونشادر. النشادر والبيكنج بودر هاخد منهم معلقة كبيرة ممسوحة، والفانيليا هحط كيسين على البيض. بالمضرب الكهربائي هنضرب الزبدة لحد ما تبتدي تبيض معانا وتنعم شوية، ولو ما عندناش مضرب هنشتغل بايدينا. اول ما توصل معايا للشكل ده، تبقى ناعمة كده وهشة شوية، هنبتدي ننزل بالسكر البودر. هحط كوبايتين السكر البودر بالتدريج، مش هحطهم كلهم مرة واحدة، هحط شوية شوية، واول ما يتخلطوا ويختفوا مع الزبدة وهكمل ضرب فيها لحد ما تديني تبقى كريمية كده وهشة. هبتدي اضيف عليها البيض وباقي المكونات. بعد ما ضربت السكر والزبدة كويس مع بعض واتأكدت ان السكر داب كويس مع الزبدة، هبتدي اجيب البيض وانزل واحدة واحدة كده، بيضة بيضة وتختفي، احط التانية. منحطهمش كلهم مرة واحدة، نحط واحدة واحدة وبعدين نضرب كويس لحد ما تختفي. ابتدي احط التانية واضرب برضو كويس، وهكذا لحد ما اخلص ال5 بيضات بالشكل ده. وبعد كده هجيب معلقة نشادر، معلقة كبيرة ممسوحة، هضيفها على الدقيق. هجيب معلقة بيكنج باودر برضو كبيرة ممسوحة، وهنخلها كويس على الخليط اللي معايا، اللي هو الزبدة والسكر والبيض. وضفت معلقتين كبار نشا، بس الكاميرا ما جابتهمش. وهبتدي اخلط الدقيق، هضيف الدقيق شوية شوية واخلط بالسباتولا لحد ما يتقل معايا. هخلط بايدي، واحنا هنا مش بنعجن العجينة جامد، احنا بنلمها لم. وضفت كمان رشة صغيرة ملح. بنلم العجين لم. انا هنا مسرعة الفيديو، بس انا بلم بالراحة لحد ما الدقيق كله يختلط بالعجين ويديني عجينة كده. المقادير بتاعتي كلها مظبوطة، محتاجتش دقيق. طبعا هي هتبقى ملزقة معايا وانا بعجنها. هسيبها شوية 10 دقايق، هلاقيها تماسكت وبقت حلوة كده بالشكل ده، مش ملزقة. عجينة طرية وسلسة كده. لو ما عنديش مكنة وبشتغل بالقمع مش هتتعبني، هتنزل بسهولة كده. تشكيلها حلو، شايفين عاملة ازاي جميلة خالص. ما بتتعبنيش وانا بنزلها من القمع، حتى لو مش عندي مكنة هعرف اشتغل في البسكوت. هنا طبعا تشكيل المكنة برضو، العجينة عشان طرية وحلوة مش بتتكسر معايا، مقاديرها مظبوطة وحلوة. وده شكله بعد ما خلصته. ده البسكوت اللي عملته بالقمع. وهوريكم بسكوت المكنة. يعني المكنة فيها مواس كتير، وممكن نستخدم اي حاجة فيها بتطلع شكلها جميل. هندخله على فرن درجة حرارة 180 درجة على الرف اللي في النص، هيستوي من فوق وتحت مع بعض ويطلع بالشكل الحلو ده. اول ما ياخد اللون الذهبي نخرجه على طول، ما نسيبوش يطول في الفرن ويتحرق مننا. شايفين شكله طالع حلو ازاي. بعد ما خلصنا بقى رصيته في علبة كده بالشكل الحلو ده. طلع بسكوت جميل جدا، هش وناعم خالص، شايفين ناعم ودايب خالص. بيتكسر معانا يعني لما نيجي نكسر البسكوتة بتتكسر بسهولة خالص، لانه دايب كده وحلو، في نفس الوقت مقرمش وناعم.
لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شيروا الفيديو لاصحابكم. اشوفكم على خير، باي باي.